ازاي تم اغتيال المرشد الإيراني؟ وهل إيران مليانة جواسيس لأمريكا وإسرائيل بتخليها توصل إنها تضرب خامنئي وتقتله في أول ضربة جوية من العمليات؟ السؤال اللي قعدت ادور على اجابته وجبتها لك من قلب CIA. ازاي وصلوا للراجل اللي بيعتبروه اكبر خطر عليهم؟ النهارده هنتكلم عن عمليه اغتيال آية الله علي خامنئي، والعهده هنا على CIA اللي عملت ملف كامل عن العمليه دي. الساعه 9:30 الصبح بتوقيت طهران 30 قنبله وقعت على مجمع داخل العاصمه طهران. مفيش حاجه اسمها صدفه في الموضوع ده، دي كانت نتيجه شهور من المراقبه. خامنئي الراجل اللي قعد 35 سنه وهو عارف ان اسمه على قوائم الاستهداف. نظام حمايته كان من اعقد الانظمه في العالم، وكان متخصص له ملاجئ يحتمي بيها بعيد عن الضربات الجويه، ومواقعه دايما بتتغير باستمرار، والمفروض فيه بروتوكولات للامن ما بتتكسرش بسهوله. بس برغم كل ده حصل اللي حصل. اول حاجه لازم نفهمها ازاي يتراقب المرشد الايراني اصلا. نيويورك تايمز وفاينانشال تايمز قالوا في تقاريرهم نقلا عن مصادر قالوا ان CIA كان بيتتبع كل تحركات المرشد، وده كان قبل الضربه بشهور اساسا. الهدف بقى من التتبع ده ما كانش ان هم يعرفوا مكانه فين بالتحديد، لا ده كانوا بيبنوا حاجه اسمها نمط الحياه او اللايف ستايل بتاع المرشد، يعني تحاليل عاداته ومواعيده والاماكن اللي بيتردد عليها ومع مين. مش بس كده، خد الاخطر، تقريبا اخترقوا كل كاميرات المرور في طهران. الكلام ده مش من النهارده، ده بقاله سنين اصلا. الصور بقى بتاعت الكاميرات دي بتتشفر وبتتبعت لتل ابيب، يعني زي ما تقول كده العاصمه طهران فاتحه لايف 24 ساعه. وهنا بيجي دور الذكاء الاصطناعي اللي بيحلل كل التحركات، مش بس للقاده، لا ده الافراد الحراسه كمان، بما فيها المسارات اللي بيمشوا فيها. وبيكمل التقرير الخطير ده ويقول ان هم قدروا يعطلوا حوالي 12 برج محمول، وده كان في محيط تواجد المرشد الايراني في شارع باستور في قلب العاصمه طهران. وده كان وقت تنفيذ العمليه، وده خلى اي محاوله اتصال سواء من خامنئي او من اي فرد في الحراسه تقريبا تبقى شبه مستحيله. تيجي تتصل بيهم الشبكه واقعه. كل اللي قلناه ده يعتبر تفوق تكنولوجي في الحروب السبرانيه، بس اللي جاي اخطر بكتير. تتبع الاهداف الفرديه زي خامنئي ده شغل صعب جدا، وكان لازم علشان يتم اتخاذ القرار بالعملية يبقى فيه تأكيد بشري، حد من قلب طهران قريب منه يأكد كل الشغل اللي اتعمل. مع هدف زي خامنئي المحاولة بالنسبة لإسرائيل لازم تنجح. تل أبيب كان عندها المعلومات من خلال شبكات المحمول وكاميرات المرور، وتحليل البيانات كان بيأكد ان في اجتماع ما بين خامنئي وقادة في الجيش الإيراني. لكن الأمريكان بقى كان عندهم المصدر البشري اللي أكد المعلومات دي. وفي الساعة 3:38 بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي يوم الجمعة عشان الدقة، يعني ترامب بيدي الأمر بتنفيذ الضربات ضد إيران، وبيتم تنفيذ الضربة فعلا صباح السبت. الطيارات الإسرائيلية كانت طايرة في الجو لعدة ساعات وكانت مستنية القرار وقامت بالضربة، وأطلقت 30 قذيفة في قلب طهران على مكان اجتماع خامنئي. وترامب بيقول رغم ان الاستعداد الإيراني إلا ان الضربة كانت مفاجأة لإيران. ما هم مش متعودين ان أمريكا ولا إسرائيل بتضرب في نص اليوم كده. اللي حصل في طهران عمره ما كان مجرد اغتيال شخصية مهمة، لا لا لا، ولا ان الراجل ده أهم شخصية في تاريخ طهران والمنطقة كلها. دي رسالة ان مفيش مكان آمن بنسبة 100%، وكل دول العالم لازم تعيد حساباتها في تأمين كل حاجة. كل الشوارع بكاميرات المرور والمراقبة أو أنظمة المحمول، كل ده لازم يتراجع، واعتبار كل ده أمن قومي.